السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم بغيت نقترح عليكم اروع مادلين ممكن تجربوه بطريقه مختلفه، بمكونات بسيطه اقتصاديه في متناول الجميع. فإلا كنتم مهتمين خليكم معايا. بالنسبه للقياسات غنشاركهم معكم بالكاس ديال العنبه. فندوزو مباشره باش نوجدوا الوصفه. عندنا هنايا واحد الطراب غنديروا فيه 2 ديال البيضات يكونوا بدرجة حرارة المطبخ. غنزيد قبصة ديال الملح وخنيشة ديال الفاني. غادي نطرب البيض حتى كينسجم مع الفاني والملحة. غير كتشوفوه تطرب شوية، من بعد كتضيفوا السكر. عندنا كاس سكر ديال العنبة، انا غير درتو في هذا الكاس هذا ديال القهوة. المهم راه القياس بكاس العنبة. غادي نضيفو تدريجيا، وغادي نطرب هذا البيض حتى كيضاعف الحجم ديالو واحد شويه ويتغير اللون ديالو واللي فاتح. من بعد غادي نجيب الزيت. بالنسبه للزيت غنستعملو نفس القياس، كاس ديال العنبه. غنضيفوه حتى هو تدريجيا. غادي نخلط، غير نشوفو الزيت انسجمات مع الخليط صافي. غادي نحبسو الطراب ديالنا صافي على هذا الشكل. هذا هو الخليط وجد. القوام ديالو كيجي على هذا الشكل. كنتاكدوا ان السكر داب مزيان، وكيف ما شفتوا الخليط شويه ثقال. دابا غادي نضيفو الدقيق. بالنسبه للدقيق غادي نحتاج كاس ونص ديال الدقيق، دائما بكاس ديال العنبه، ومعلقه ديال الخميره او خنيشه ديال الخميره. غادي نخلط الدقيق بهذه الطريقه هذه في نفس الاتجاه وبشويه حتى كينسجم الدقيق مع الخليط ديال البيض. من بعد كنجيب 4 كاس ديال الحليب، كنضيفو على الخليط مباشره. 4 كاس البنات ديال العنبه. غادي نخلط مزيان وصافي، وهذا هو الخليط واجد. ما نبالغوش بزاف في التحراك. صافي على هذا الشكل. هذا هو القوام ديال الخليط. دابا غناخد زلافه غندير فيها شويه من الخليط. غادي نلونو باللون البني، يعني غنضيفو الكاكاو تقريبا قياس 2 معالق صغار يكونوا عامرين. غادي نخلطو. الا شفنا الخليط قساح بزاف كنضيفو واحد المعلقه صغيره اولا كبيره ديال الحليب على حسب. نتوما غتشوفوا معايا. غادي نضيف الحليب لانه بغينا نديرو هذا الخليط هذا في ساكابوش باش غادي نخدمو به. كنخلطو مزيان. كيف ما شفتوا هنايا درت تقريبا معلقه كبيره من الحليب. صافي هنايا وجدت صينيه الفرن الخاصه بالمادلين، درت فيها الكويغطاس. غادي نبدا نضيف المعلقه معلقه حتى كنسالي الكميه كلها. بالنسبه لهاد الكميه هذه درت ليا 12 حبه ديال المادلين. وهنا ضروري تمسحوا الجوانب بهذا الشكل هذا. من بعد غنجيب واحد السكابوش ندير فيه الخليط بالكاكاو باش غادي نشكلوا لي مادلين ديالنا اولا نزينوهم. كندير هاد الطريقه هذه سهله كيف ما غتشوفوا معايا في الفيديو، يعني طريقه مبسطه باينه وواضحه في الفيديو. ان شاء الله تجربوا هذا المادلين هذا، غادي تعتمدوه ديما حيتاش وصفه بنينه بزاف، كيجي خفيف والمذاق ديالو رائع بزاف. صافي غناخذ واحد الكوردون غادي نبدا نشكل به الاشكال ديالي بهذه الطريقه هذه. وبالنسبه للفران كنسخنوا الفران قبل على 160 درجه. كنخليو المادلين ديالنا في الوسط وكنشعلوا الفوق والتحت نخليهم حتى كيطيبوا، وكنقدموهم بالصحه والعافيه. هانتوما غتشوفوا معايا الشكل ديالهم. وهادو هما الماطلين بعد ما خرجتهم من الفران كيجيو على هذا الشكل. صراحه الشكل ديالهم راقي كيف ما شفتوا، وحتى المذاق خطير بزاف. البنات جربوهم
بهذه الطريقه هذه غادي يعجبوكم بزاف. نتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم، ونتمنى انكم تشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره كتزوروها، وما تنساوش تخليوا لي لايك الا عجبكم الفيديو. وما بقى لي الا نودعكم، شكرا على المتابعه، الى فيديو قادم ان شاء الله. خليتكم على خير.